3 مفاتيح لتفريغ الهموم والكروب، ومن القرآن ومن السنة. وأول مفتاح معانا هو مفتاح الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أبي بن كعب سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: أجعل لك يا رسول الله صلاتي كلها؟ فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ربنا سبحانه وتعالى يشيل الهموم من على الإنسان، يكفى الهم ويقضي بها دينك. سبحان الله. قصر الصلاة والسلام على رسول الله، ونقصر منها أكثر وأكثر وأكثر في يوم الجمعة، لها أفضلية كبيرة في يوم الجمعة. وإن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مننا بتوصل للرسول صلى الله عليه وسلم، وينذكر اسمنا بعد كل صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبأي صيغة من أنواع الصلاة على رسول الله، أو بالصيغة الإبراهيمية اللي هي بنقولها في التشهد في النصف الأخير من التشهد: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم.